هذا الملك محمد السادس، وعلى اليسار ديالو وزير الاوقاف احمد توفيق. وإلا سولتوني شكون داك السيد اللي جالس على اليمين ديال الملك غنقول لك تبع معايا الفيديو غتعرف. الا شفنا هاد التصويره غيبان لينا عاوتاني مورا الملك، وهذه كذلك غيبان لينا مورا الملك محمد السادس. وهادي هو رجل المملكه القوي وسند محمد السادس في السراء والضراء، كيبان مورا الملك وعلى بعد خطوات من كرسي العرش. وكيف العاده البروتوكول كيدوز عليه بلا ما يقدموا لينا ولا يعرف به. كيجلس بالقرب من امير المؤمنين خلال الدروس الرمضانيه. وبطبيعه الحال المغاربه كاملين تيقولوا شكون هاد الوسيم، شكون هاد السيد اللي مره تيكون لابس طربوش احمر وجلابه مخزنيه، مره تيكون لابس لباس عصري، ما هو وزير ولا كور. فشكون هو وعلاش كيرافق الملك، وشنو دوره في صناعه القرار، وشنو الحجم ديالو، وشنو خدمته تما. سيداتي سادتي، حلقه اليوم حفيد محمد الخامس وتربيه الحسن الثاني امير الاناقه المغربيه، انه صاحب السمو الملكي الامير مولاي اسماعيل العلوي البوغوس، خريج جامعه الاخوين. خوه هو الامير المنبود مولاي هشام، هو ولد الامير مولاي عبد الله خو الحسن الثاني، وولد لمياء الصلح. هو والملك محمد السادس ولاد العم، بيزنس مان وشلاب وكفلوس تما. والاول مره امير مغربي كيشارك حياته في ستوريات في انستغرام مع وليداته ومراته الالمانيه. وعلى ذكر الالمانيه، سبونسور ديال الحلقه سونتر بريفيليج. الا كنتي قريتي اللغه الالمانيه باش تمشي لالمانيا ولكن ما لقيتيش الفرصه باش تحقق الهدف ديالك، سونتر بريفيليج جاب لك هذه الفرصه هذه، حتى البين يديك عقود عمل جاهزه في المانيا في المجالات الكهرباء، النجاره، الالومنيوم، الالكترونيك، اعمال السباكه ومختلف مهن البناء، بشرط التوفر على دبلوم تقني او تاهيلي على الاقل في المجال، زائد التوفر على مستوى ادوه في اللغه الالمانيه. وفي المجال ديال التمريض، الميكانيك، الفندقه، تقني مكيفات، بشرط خاص غير يكون عندك دبلوم في المجال زائد مستوى في اللغه الالمانيه B1. وحتى الناس اللي ما عندهمش دبلوم ولكن عندهم رخصه ديال السياقه من صنف سي شاحنات، دي حافلات، سي رموك، فسونتر بريفيليج تيوفر عقود ديال العمل بشرط يكون عندك مستوى ديال B1 في اللغه الالمانيه. وباش تستافد من هذه الفرصه تواصل معهم على الارقام التاليه. حتى الا كنت يلاه باغي تتعلم اللغه الالمانيه، فالمركز ديال سونتر بريفيليج فاتح ابواب تسجيل ديال الافواج جديده الا بغيتي تحقق الحلم الالماني ديالك. وحنا غادي نبداو الفيديو ديالنا شبط البط على بركه الله. نبداو. 20 دجنبر 1983. ما كانش نهار عادي، مشهد لا يكاد يصدق. تخيلوا الملك الراحل الحسن الثاني جالس على ركابيه كيبكي وكيتنخصص وكيطيح الدموع، دموع حارين. داك النهار الحسن الثاني غيقود الجنازه ديال خوه الى مثواه الاخير في ضريح محمد الخامس. حزن الحسن الثاني وبقى فيه الحال على رحيل خوه، الشيء اللي خلاه يفقد السيطره على راسه ويتشبت بالجثمان ديال مولاي عبد الله في محاوله يائسه لتاخير الفراق ولو للحظات قليله باش يودع فيها اخاه المحبوب قبل ما يواري الثرى. هذا الشيء حسن الثاني الاول مره كيشوفوه المغاربه خرج من صلابته المعهوده. ملايين المغاربه شافوا هذا المنظر، شافوه هما كيتابعوا مراسيم الدفن في التلفازه وهما كيشوفوا ملكهم الذي لم يهتز او يضعف قدام رعاياه من قبل. كانوا ديما كيشوفوا فيه الصلابه والقوه. هذا المشهد غير المتوقع كان ليه مفعول السحر ومسح واحد التاريخ من سوء الفهم لاكثر من 50 عام، وكشف النقاب على الوجه الاخر للملك وعلى حياته الخاصة وعلى علاقته بخوه الممزوجة بالحب والأخوة. كان هذا الأمير مولاي عبد الله يرحمه اللي كيعرفوه واحد من بين ألف. مولاي عبد الله خو الحسن الثاني كان عنده 3 ديال الوليدات من مراته اللبنانية لمياء الصلح اللي هي بنت رئيس الوزراء اللبناني السابق رياض الصلح. الأول فيهم هو مولاي هشام والملقب بالأمير المنبود اللي ديجا هضرنا عليه وعاودنا القصة ديالو في واحد الفيديو. هشام تيقول في كتابه الأمير المنبود أنه في فترة انقلاب الصخيرات في 1971 أن مو لمياء الصلح منين ساقط الأخبار ديال الانقلاب خدات الطوموبيله ديالها وسافرت لقصر الصخيرات باش تطمئن على راجلها مولاي عبد الله. في الطريق وقفها حاجز عسكري تابع للانقلابيين، منين عرفوها قرروا يعدموها. كانوا ديك الساعه غادي يصفيوها لها حتى لاخر لحظه وسمحوا لها. علاش؟ حيت لقوها حامله بنته اللي هي الاميره زينب العلوي. تزادت في 1971 العام ديال الانقلاب. هي البنت الثانيه، هي خريجه جامعه محمد الخامس في الرباط والمعهد العالي ديال التجاره واداره المقاولات في الدار البيضاء، مزوجه من رجل الاعمال محمد بن سليمان اللي هو حفيد فاطمه بن سليمان اللي كان باشا ديال مدينه فاس، وعندها معاه 2 بنات. اما الولد الثالث ديال مولاي عبد الله هو مولاي اسماعيل، وهو
العريس ديال الحلقة ديال اليوم تزاد في 1981، دازت عامين. 1983 مات باه اللي هو الامير مولاي عبد الله يرحمه. اسماعيل كبر يتيم، لكن تكلف به ورباه الحسن الثاني وداروا بحال ولده. هو وخوه هشام واختو لاله زينب. تلقى التعليم ديالو في المدرسه المولويه في الرباط، والتحق باكاديميه ساندهيرست العسكريه الملكيه في لندن، وواصل تعليمه في مجال اداره الاعمال في جامعه الاخوين بافران. الامير اسماعيل هو شخصيه مقربه من ولد عمه الملك محمد السادس، كيرافقه في اغلب الانشطه الرسميه. عنده ثروه ضخمه، كيستثمر في القطاعات اللي كتوفر ارباح سريعه بحال البورصه وبحال القطاع العقاري ولا الزراعه. كان اول امتحان حقيقي للامير مولاي اسماعيل هو التوفيق ما بين الملك وما بين خوه الامير المنبود هشام، وكان في اخر المطاف القرار اللي اتخذه بمساعده ديال باقي افراد الاسره الملكيه انه ما يهدرش مع الملك في موضوع الامير مولاي هشام وما يهدرش مع خوه حول موضوع الملك. ماشي سر انه كيمتلك واحد الثروه ضخمه، انه كيكتفي بالقطاعات اللي كتوفر ارباح سريعه بحال البورصه بحال القطاع العقاري بحال الزراعه. فهو رجل اعمال شاب اللي كيجمع رغم انه باقي صغير ما بين الاستثمار في البورصه، ما بين لندن وباريس والدار البيضاء، وما بين عالم ديال التامينات، ولكن كيبقى من اكثر الامراء المهووسين بالارباح الخياليه اللي كيديرها العقار والضيعات الفلاحيه. وكان شرا اجود الاراضي الزراعيه خصوصا ديال الزيتون، وعنده مشاريع سياحيه في مراكش، وعنده واحد من اكبر المطاعم في الدار البيضاء. وتخيلوا ما مره ما جوج شافوه الناس راكب في التي جي في ومقطع وريقته حتى هو عادي بحاله بحال ايها الناس غادي عند عائلته في طنجه، وكتلقاه كيتسارى في المغرب عادي بلا بروتوكول بلا حتى شي حاجه، مره في الصويره مره في مراكش مره في المدن. كيرافق الملك خلال كل زياراته سواء الرسميه منها او لديك اللي متعلقه غير بالراحه والسياحه، واخا ما كيبانش بزاف. هو من عشاق برشلونه كما انه كيحب ريال مدريد، وكايها الناس كيمشي كيتفرج في الماتشات الكره في كاس اوروبا، وكيمشي حتى التيرانات ديال المغرب كيتابع الماتشات ديال المنتخب بلا ما يدير الحس. وكيعشق الفن التشكيلي كما انه من عشاق السيارات، عنده واحد التشكيله ديال السيارات، وهو الوحيد اللي كيسمح ليه الملك باش يسوق الطوموبيلات ديالو الرياضيه الخاصه. دابا غادي ندوزو النكاح الزواج. منين الامير مولاي اسماعيل كان كيقرا في جامعه الاخوين في افران، تعرف على واحد البنت المانيه مسلمه كتقرا معاه، شافها وشافتو عجباتو، توطدات العلاقه بيناتهم السنوات الاخرى ديال القرايه، وحتى من بعد التخرج بقات العلاقه بيناتهم زوينه. الامير ديالنا نجح وخدا شهاده في مجال التدبير والتسيير تخصص الماركتينغ في 2006. كان فرحان هو كياخذ الشهاده بالحضور ديال ميمته الاميره لمياء الصلح باش يرسم على خدها الليمن قبله ديال المحبه والاعتزاز. ميمته فرحات بزاف، وخا حاولات تدرج المشاعر ديالها لكن الملامح ديالها فرشاتها. كيفاش بغيتي ما تفرحش بوليدها الصغير اخر العنقود اللي كبر ولا راجل ولا سيد الرجال، وبقى غير تشوفو تزوج تا هو ولا عريس وتزغرت عليه. سعدي بالرجاله فرحي بالرجاله باش تشاركوا الفرحه ديالو كما كتحلم اي ام. وخا باقي صغير 27 عام برز في عالم المال والاعمال على الصعيد العالمي، وحسب بعض المصادر المطلعه الامير ولا حاليا بمثابه مستشار ديال الملك، مستشار ديالو في بعض القضايا بحال الملفات المرتبطه بالخليج وبالشرق العربي. 2009 غادي تسمع الزغاريت في القصر ديال الرباط. اش كاين ما كاين، الامير مولاي اسماعيل تزوج، مبروك. وبيمن شكون هذه مولات السعد المسقد اللي تقدد اللي تقعد ميمونها، وبيمن تزوج بديك الالمانيه المسلمه عشيرته في القرايه اللي حبها منين كان كيقرا معاها في الاخوين، انيسه ليمكول بنت ليوتنا كولونيل عمر ليمكول، امها امينه. العائله ديالها استقروا في المغرب في السبعينات، وتعين عمر ليمكول ملحق عسكري في السفاره الالمانيه في المغرب، ودخلوا العائله دخلت الاسلام. هي هذيك تزوجوا الامير مولاي اسماعيل وانيسه ليمكول، وولدوا ولد وثلاثه البنيتات، عبد الله، لاله عائشه، لاله هاله، لاله باهيه. الله يسهل عليهم وبالبنين والبنات وطول العمر والفرحه. الله يسهل عليكم حتى نتوما اللي باقي ما مزوج بنات، الله يجيب لكم شي ولد الناس. الاولاد الله يجيب لكم شي بنت الناس. سيداتي سادتي، حلقه اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعه. ما تنسوش تعطونا لايك، تشاركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. كان معاكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. فكيها بالفرشيطه، فكيها
هيا بالطرف هنا في القسم بالكلاش ودقيها بالبسيطة دقيها باش تكون عندك القوة وغادي تحضرها ليه هنا ما تعطيهاليش كمل ولكن ماشي ملموس. الله أكبر. بابا وتما حنا في المغرب تناكلو بالدين